السلام عليكم. اهلا بكم يا شباب في فيديو جديد من باينري بلس وبداية سلسلة جديدة، وبإذن الله تعجبكم وتستفادوا منها. ان شاء الله هنبدأ كورس جديد وسلسلة جديدة اللي هنشرح فيها تطبيق كامل من الصفر لحد ما نخلصه بإذن الله في سلسلة كده من الفيديوهات البسيطة. وطبعا التطبيق ده هيتعمل فيه حاجات كتيرة جدا ومفيد ليك كفلاتر ديفلوبر. الكورس ده هقول فيه كل حاجة من البداية علشان كل الناس تستفاد سواء عندك خبرة أو لا. الابليكيشن بتاعنا عبارة عن تيك توك اب، هنستخدم فيه جيتكس ستيت مانجمنت، وكمان هنربط الابليكيشن بتاعنا مع الفاير بيز فاير ستور. ده طبعا غير المميزات التانية اللي موجودة في الابليكيشن. يعني من الاخر كده هيكون نسخة من تطبيق التيك توك اللي عارفينه، بس هنعمله طبعا بفلاتر. خليني مش هطول عليك ويلا بينا نشوف الابليكيشن بتاعنا وكمان نعرف المميزات اللي فيه. انا احمد عبدو واهلا بيكم في باينري بلس. Preview. في البداية كده عندنا طبعا ريجستر سكرين موجود في صفحة الساين اب او كرييت اكونت. اول حاجة انك تقدر تضيف صورة البروفايل بتاعك، وكمان هنضيف فونت جديد، وفي 3 تكست فورم فيلد، واحد لاسم اليوزر والتاني للايميل واخر واحد للباسورد. وبعد كده في بطن علشان تكريت اكونت، وفي عندنا صفحة اللوجن كمان تقدر بقى تسجل عادي وتدخل للتطبيق. طبعا التسجيل والكلام ده كله بيحصل عن طريق الفاير بيز. بعد ما بنسجل وبندخل على التطبيق بنلاقي انه فعلا شبه ابليكيشن التيك توك. اول لما بندخل بنلاقي صفحة الهوم وبيعرض لك بقى الفيديوهات عادي جدا. هسيبك بقى جوه الابليكيشن علشان تستمتع بيه.